هي دي بقى اسرار البنات الدحيحه اللي كل سنه في الجامعه بتجيب امتياز ومش راضيه تقول لك الطريق، وتفضل تقول لك بقى اصل انا ما ذاكرتش، اصل انا مش عارفه ايه، اصل انا هشيل الماده، ده انا يا رب اعدي صافي، وتفضل بقى هي تلعب عليكي كده وانت يا عيني نايمه في العسل. بيقولوا معلومات في المحاضره ما قالوهاش في الكتاب بتاعهم. وحشتوني جدا 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 قد البحر وسمكاته، ومبسوطه جدا برضو قد البحر وسمكاته. ليه بقى؟ عشان البنانيت القمر اللي قعدوا يعملوا لايكات كتير على الفيديوهات اللي فاتت، والبنانيت السكاكر اللي عملوا سبسكرايب في القناه، عشان احنا بدانا نكبر. عيله سمسومه ونادي سماسيم السري بدا يكبر بيكو. فانا مبسوطه بصراحه وعايزه اطلع انط موبايل كده ادي كل واحده عملت سبسكرايب في القناه وعملت لايك على الفيديوهات اللي فاتت بوسه، وارجع تاني بقى عشان نتكلم في الموضوع المهم اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده، الا وهو ازاي اجيب امتياز في كل سنين الجامعه، او ازاي احول ماده مكلكعه عندي في الجامعه لماده سكر كده عسوله زي البنت اللي عملت لايك. ده لو انت رايحه اولى جامعه، او حتى انت في ثانيه جامعه او في ثالثه جامعه او اي سنه عادي في سنين الجامعه، فيلا بينا. مبدئيا كده عارفين البنات السحلوبه الدحلوبه اللي تقعد تقول لك انا ما ذاكرتش، انا خايفه اسقط، انا هيجي لي ضيق تنفس من الامتحان، انا ما فتحتش الكتاب، وتقعد بقى بتندب حرفيا، وفي الاخر تلاقيها جايبه امتياز. تبقي بصالها كده يا بنت الايه، تبقي هتموتي وتعرفي انت بتذاكري ازاي عشان تجيبي امتياز كل سنه وفي كل ماده تطلعي فيها بتقدير، وانت كل خروجاتك بتيجي تخرجي معانا، كل وقتك عادي بتقضيه معانا. طب بتجيبي وقت منين للمذاكره؟ فانا جايه افتن في نادي سماسيمو السري واقول لكم اسرار البنات دي. فلو حد يعرف حد من البنات دي بلاش توروا له الفيديو عشان ما يقعدش بقى يشتم فيا وكده، عشان انا جايه افتن السر بتاعهم. واعملوا لايك عشان انا بفتن لكم الاسرار كل مره في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي فاتت، فتنت لكم اسرار مهمه جدا، فروحوا شوفوها. ويلا نقول الطريقه بتاعتهم. اول حاجه عشان تبقي من البنات السحلوبه الدحلوبه دي لازم تحضري وتكتبي. يكاد يكون النصيحه الاولانيه دي مليون حد قالها، بس اسمعي لحد الاخر عشان تعرفي ان مفيش حد بيقولك النصايح دي غيري ومحدش بيفتن غيري. اول حاجه تحضري وتكتبي كل كلمه الدكتور بيقولها. اسماء بس انا ما بحبش اكتب وانا بسمع ومركزه وما بعرفش. هنا بقى تيجي النصيحه اللي قلتها لك في الفيديو اللي فات، يعني لو ما رحتيش تشوفيه هيفوتك كتير قوي، ان معرفه الناس كنوز. انت لازم تقعدي جنب واحده تكون بتكتب وبتعرف تكتب وهي بتركز، فتقولي لها بعد اذنك ممكن اصور منك الكشكول ده بعد المحاضره ما تخلص. وهنا جت نصيحه معرفه الناس كنوز. فيبقى انت لازم تحضري وتكتبي. ما بتعرفيش تكتبي يبقى تستأذني من بنوته قمر زيك كده، تقولي لها ممكن اصور اللي انت كتبتيه، هتقولك صوري، فتصوري منها. بعد ما تحضري وتكتبي او تحضري وتصوري من بنوته، اول ما تروحي البيت تجيبي كشكول عسول زي ده او اي كشكول عندك، بس يكون كشكول انت مخصصاه للمحاضرات اللي هتبيضيها فيه. فتبداي تجيبي الكلام اللي انت صورتيه او الكلام اللي انت كتبتيه بسرعه وتكتبيه بخط حلو. خدي بالك بقى وانت بتكتبي عشان هنا الحاجات اللي محدش بيقولك عليها. استخدمي الوان اللي هي بيتعلموا بيها على الكلام اللي مكتوب بالقلم الجاف. الالوان دي مهمه جدا. ليه بقى؟ لان هي هتخلي الذاكره البصريه عندك قويه فتقدري تفتكري اللي انت كتبتيه. تاني حاجه استخدمي الرموز. مثلا عندك جمله بتقول محمد اكبر من علي، ارسمي محمد كده اي شخص اي عبط اللي هي الدوريه ونازل منها كده رجلين، وعلي نفس الكلام. وتعالي بدل ما تكتبي كلمه اكبر اعملي علامه اكبر. صدقيني عمرك ما هتنسي الجمله دي. انا كنت دايما يا جماعه بعمل كده، والموضوع ده عمره ما نساني اي حاجه كنت بذاكرها، خصوصا لو انت كليه نظريه بجد. اول ما تخشي هتلاقي الدكتور، مفيش بقى مستر، الدكتور بيشرح يعني فصل فصلين 3 فصول في المحاضره، فانت هتقولي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي هذاكر ده كله امتى؟ فلازم فعلا تلاقي طريقه حلوه انك انت تذاكري بيها وتكون سهله. مش مهم ايه الطريقه، حتى لو طريقه زي بتاعه الاطفال، المهم ان انت بالطريقه دي بتقدري تحصلي كميه كبيره من المذاكره خلال وقت قصير، عشان انت هيبقى عندك مواد تانية وعندك بقى حياتك لو بتشتغلي او. فدي اول نصيحه. تاني حاجه بقى ايه؟ تاني نصيحه احضري وبلاش تسجلي ريكوردات. طبعا اول نصيحه كانت احضري واكتبي، تاني نصيحه احضري وبلاش تسجلي بالموبايل بتاعك المحاضره. ليه بقى؟ لعده اسباب. اول حاجه فيهم ان ممكن يكون الدكتور ده منع التسجيل، فحرام اصلا انك انت تسجلي. تاني سبب اقسم بالله ما هتسمعيهم. انت اصلا كنت قاعده في المحاضره قاعده ما بتسمعيش ومش مركزه، تيجي بقى في البيت تقعدي تسمعي الريكورد تلاقي واحده صاحبتك جنبك عماله دو 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 دو، هتركزي في حكيها وبرده
هتطنشي الدكتور اللي بيقول اصلا وهو عمال يحكي مع نفسه. طب تالت حاجه ايه بقى؟ ان انت لما هتيجي تسمعي مثلا تقولي خلاص انا هسمعه في البيت، يمكن هتراكمي عليكي محاضره واثنين وثلاثه، وبرده هيؤدي الى انك هتكسلي تسمعيهم. طب الريكوردات دي اصلا ضاره؟ يعني هي لو مفيده هتبقى مفيده في حاله واحده بس، انك انت على طول مستمره بتحضري، وكمان جيتي في مره ما حضرتيش فعشان كده حابه ان انت تسمعي المحاضره من الدكتور لو متعوده على شرحه. يعني في حاجه كمان مهمه وضروريه جدا للحضور، الا وهي ان في دكاتره بجد بتبقى مش سالكه، بتجيب لك الامتحان من المحاضرات بتاعتها، والله بيقولوا معلومات في المحاضره ما قالوهاش في الكتاب بتاعهم، وبيجيبوا لك الامتحان منها. وكمان ساعه لما بيحطوا درجات اعمال السنه بيندهوا، يعني مثلا ممكن يقولوا اسماء حسن اللي هو انا، فانا اقوم كده للدكتور يبص عليا، فهو يبص عليا شافني كنت بحضر ماشي، كانت بتحضر معايا وعلى طول وشها مألوف ليا، كانت بتجاوب معايا في المحاضره ومتفاعله، فيديني درجه اعمال سنه كويسه. فالحضور مهم جدا، فبلاش نطنش ونروح الجامعه ناكل ونشرب ونتصور ونروح تاني. النصيحه رقم 3 هي انك لو مثلا في محاضره فوتيها ما نقلتيهاش في الكشكول الحلو والنضيف اللي بننقل فيه المحاضرات، عشان اكيد احنا مش هنبقى بنات يعني مثاليه 100%، يعني اكيد هنوقع حاجه كده والا نتحرق نموت. فلو كان في مثلا محاضره او 2 انت ما نقلتيهمش، تعالي على اخر الاسبوع خلي يوم تنقلي فيه المحاضرات اللي باقيه وتقري المحاضرات اللي انت كتبتيها. ساعه امتحانات اخر السنه هتبقي بصي يعني ملكه بتمتحن والله. وهتلاقي بقى البنات التانية اصحابك بجد مش مذاكرين حاجه ولايصين كده مش عارفين يذاكروا من هنا ولا من هنا، وهتبقي بص عليهم كده تقول لهم على فكره انا عايزه اقول لكم كلمه واحده بس، فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم يا فاشل؟ هتقول لهم كده وبس. انت هتحسي بقى ان انت فعلا اديتي كويس طول الترم وهتجيبي الامتياز. النصيحة رقم 4، بس قبل ما نقول النصيحة رقم 4 عايزة اقول لكم انا ليه باكد قوي على الحضور، لان اوقات المصدر اللي انت هتذاكر منه هو الكلام اللي هتكتبه في المحاضرة. لان لو انت كلية نظرية او انت كبنوته بقى، عشان عارفة ان البنات بس هم اللي بيتفرجوا عليا عشان ده نادي سماسيمو السري، لو انتي الكتب ما نزلتش واتاخرت في النزول فانتي هتبقي مراكمه عليكي حاجات قد كده لو انتي مش كاتبه لحد ما الكتب ما تنزل وتبداي تذاكري. فلا لو انتي بتحضري وكاتبه صدقيني هتبقي مذاكره 100 وهتلاقي نفسك ماشيه بانتظام مع الدكتور، ومفيش اي كلاكيع هتظهر ولا اي حاجه هتعقدك من الكليه، خصوصا لو داخله كليه انت مش عايزاها، وكده كده احنا هنضطر نذاكر حتى لو داخله كليه برضو انت عايزاها. تعالوا بقى للنصيحه رقم 4. لو حد مثلا في جروب الدفعه طلب ان هو في جزئيه مش فاهمها وانتي فاهماها ومذاكراها، بدري انتي واشرحي له الجزئيه دي، او اشرحي للبنوته اللي طلبت الجزئيه دي. على فكره حتى لو ولد اعملي ريكورد واشرحيها، ده هيفيدك في ايه؟ في حاجتين. اول حاجه ان شاء الله ربنا هيكرمك زياده وهيوسع عليكي في المذاكره هيخليكي تفهمي اكتر اللي انت بتذاكريه. تاني حاجه الجزئيه اللي انت شرحتيها عمرك ما هتنسيها وهتلزق في دماغك. طيب لو انت بقى من البنانيت القمر اللي بتتكسف، فانت اكيد ما شفتيش الفيديو ده. انا بقول لك فيه لازم تشاركي في الجامعه بتاعتك، تشاركي في اي نشاطات، تشاركي في الدفعه، تساعدي غيرك. حتى الملخصات اللي انت عملتيها ما تبخليش ابدا بيها على حد، لان كل ده هيترد لك تاني. ولو انت مثلا واقفه في حته او عطلانه فيها هتلاقي البنانيت القمر اللي زيك اللي يساعدوكي. زي ما قلت لك ان معرفه الناس كنوز. اخر حاجه عايزه اقولها لك، لو انتي بنوته قمر ودخلتي جامعه او حتى دخلتي معهد، خلي عينك على الامتياز. بلاش تبقي من البنات اللي داخلين الجامعه انا داخله عشان اتصور، انا داخله عشان اكل، انا اصلا الجامعه دي مش دي اللي انا كنت عايزاها، انا يا دوبك هاخد لي صورتين واكل وافطر مع اصحابي واروح. لا، خلي عينك على الامتياز بجد، ده هيفرحك وهيفرح اهلك وهيحسس اهلك كده ان انتي بنوته مجتهده، غير لما تخشي وتنجحي مثلا بمقبول هيقولوا هي كده اصلا يعني فاشله وكلام يضايقك بجد. فانت ليه تحطي نفسك في الموقف ده وانت قدامك تجيبي امتياز باقل مجهود زي ما قلت لك في الفيديو ده. وعلى فكره بالمناسبه يعني لو انت ما جبتيش المجموع اللي انت بتحلمي بيه في ثانويه عامه فدخلتي كليه انت مش عايزاها، الفيديو ده بجد حلو جدا ليكوا. سيبك من العنوان ومن الصوره دي، بس خشي اسمعي الفيديو ده هيفرق جدا على نفسيتك. وبس كده. الفيديو الجاي بقى هيبقى عن تنسيقات يا اما لبس الجامعه يا اما شنطه الجامعه، فانا لسه مش عارفه. اكتبوا لي كده في الكومنتات عايزينه عن ايه بالظبط. وبس كده، ما تنسيش اللايك والسبسكرايب، ويومك سعيد. باي.